هو ايه البتاعة اللي اول ما بتيجي في بقنا بتخلي حياتنا جحيم دي؟ اللي بتخليك حتى لو شربت بق ميه يبقى عذاب. خليني اقول لك يا صديقي ان دي اسمها قرحة الفم. تخيل معايا كده، جدار الفم كله متغطي من جوه بطبقة رقيقة جدا جدا بتحميه. القرحة دي بتبقى عبارة عن جزء اتشال من الطبقة الرقيقة جدا دي، ولما الطبقة دي بتتشال النهايات العصبية بتبقى مكشوفة، وده اللي بيخلي اي حاجة تلمسها زي المية او الاكل او حتى الهواء تحس بيها زي لسعة النار بالظبط. وهنا السؤال المهم، نعمل ايه علشان نعالجها؟ خلينا اديلك شوية نصايح تخلي الألم اهدى وتخلي القرحة تعدي اسرع. اول حاجة المضمضة بالمية والملح، بسيطة جدا لكن فعالة، بتقلل الالتهاب وبتمنع البكتيريا ان هي تسبب عدوى في مكان القرحة نفسه كمان. تاني حاجة، ابعد عن الاكل السخن والحراق. اوعى تفكر تاكل حاجة سخنة او حراقة قوي، عارف ليه؟ لانك كده كانك بتزود النار زيت. تالت حاجه مهم جدا، تختار معجون اسنان ما فيهوش ماده اسمها صوديوم سلفيت، لان الماده دي ممكن تزود تهيج القرحه اكتر واكتر. رابع حاجه، خلي فرشتك ناعمه، لان اي احتكاك هيزود الالتهاب بتاع القرحه وبالتالي مده شفائها وعلاجها هيبقى اطول. خامس حاجه، استخدم مضمضه فيها كلوروهكسيدين، ودي حاجه اساسيه بتقلل الالم جدا وبتساعد القرحه تلم اسرع. بس خليني اقول لك اهم نصيحه، حتى لو عندك قرحه ما توقفش غسيل اسنانك، لكن عدم تنظيف اسنانك هيسبب لك مشاكل اكبر من القرحه بكتير وعلاجها اصعب من القرحه بكتير. ولو القرح متكرره بشكل مزعج او حجمها كبير يبقى لازم تستشير دكتورك فورا، لان هي ممكن تكون عرض لاي مرض تاني موجود عندك او مشاكل تانية موجوده في جسمك وممكن تتحل بسهوله وببساطه جدا. القرحه دي مش خطيره، بس بتوجع قوي ومؤلمه قوي قوي، ومع شويه عنايه ونصايح بسيطه هتعدي على خير. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك جدا يا صديقي، فما تنساش تعمل لنا سبسكرايب عشان اللي جاي كتير، واستنانا في الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد. سلام.